للناس بقى اللي ما عندهاش خبره في العربيات، يعني ايه كلمه فابريكا؟ معنى كلمه فابريكا ايه؟ عشان انت لو بتشتري فانت بتسمع الكلمه ايه، الكلمه الغريبه دي. كلمه فابريكا دي يعني العربيه بحالتها نفس الحاله اللي كانت خارجه بيها من المعرض او الاجانس اللي كانت خارجه منه بعد السنين بقى. يعني هي مثلا موديل 2014 واحنا في 23، فهي بقى لها مثلا 9 سنين او 8 سنين هي بنفس الحاله. هتلاقي فيها خرابيش مثلا من بره بتاع، بس كلمه فابريكا يعني ما غيرتش اي اجزاء، ما غيرتش اكسدام ولا فانوس ولا رفرف ولا شنطه ولا باب ولا اي حاجه. عربيه فابريكا، وانت بتروح تكشف عليها بتلاقي العربيه فابريكا، ولا رشت اي حاجه من بره ولا من جوه ولا في اي حاجه اتغيرت. تركب العربيه هي يا دوبك بس ايه، صاحبها استعملها شويه مشي بيها، لكن مفيش اي اجزاء في العربيه اتغيرت. دي معناها كلمه فابريكا. بس نبعد بقى عن الناس الايه، يعني نبعد عن الناس المعقده اللي يجي يقول لك ايه، عربيتي عارضها للبيع وعربيتي فابريكا كلها، فانت تسمع كلمه فابريكا تتبسط، الله هشتريها بقى منه. بس رشه بره كله ما عدا السقف. يعني ايه رشه حاجه من بره؟ ما تقولش كلمه فابريكا، قول فابريكا يا واخل، رشه بره. لكن يقول لك فابريكا بالكامل بس رشه بره. يعني ايه فابريكا بالكامل بس رشه بره يا عم الحاج؟ فابريكا بالكامل يعني مش رشه اي حاجه لا من بره ولا من جوه، زي ما هي. لكن الكلمه بتاعت فابريكا بالكامل بره وجوه بس رشه حزام من بره، وكلمه حزام دي يعني جناب ومش جناب كلها. يعني كلمه حزام دي اللي هو الجوانب من تحت شويه، من نص الباب كده، والاكسدامات والحاجات اللي هي بتتخربش من لكن الحزام عندنا احنا كمصريين يقول لك رشه حزام. حزام ده بقى اللي هو المفروض ما فيهوش كبوت ولا سقف ولا شنطه، رشش خالص من تحت المرايه كده، هو ده الحزام. فين يا عم الحزام اللي هي رشه؟ كلمه حزام دي معروفه ان هي داير ما يدور. تيجي تقول له يقول لك حزام ما عدا السقف. حزام ما عدا السقف يعني الكبوت رشش والشنطه رشه. بدل ما تقول لي رشه بره كلها ما عدا السقف، لا، يقول لك رشه حزام ما عدا السقف. ما بقتش حزام اصلا، قول لي رشه بره ما عدا السقف. ولا انت لازم تجيب رجلي عامل زي بياعين القوطه اقف عندك تقول لي ما انت كاتب باربعه اجي اقف الاقيها ب10؟ انت ما بتبيعش قوطه، انت بتبيع عربيه، وانا بدفع الوفات ودلوقتي بقت ملايين. فانت ما تستقرضنيش عشان تجيب رجلي عشان اتفرج على العربيه. انت من الاول قول لي العربيه دي رشه بره كلها ما عدا السقف، رشه بره ورشه السقف، رشه بره وكلها وفيها حته في الدواخل. ما انا كده كده هكشف عليها. مفيش حد عبيط دلوقتي، مفيش حد بيشتري عربيه دلوقتي غير لما بيكشف عليها. لو معهوش حد بيفهم قوي 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 في العربيات، يا اما هيروح يكشف عليها في بنزينه، يا اما هيروح يكشف عليها في التوكيل بتاع العربيه نفسه، هيطلع كل البلاوي اللي في العربيه. فما تشغلش دماغك وتقول العربيه رشه حزام. كلمه حزام دي مش كلمه سهله، احنا فاهمين يعني ايه كلمه حزام، وانت لازم تبقى فاهم يعني ايه كلمه حزام. رشه حزام يعني رشه الجناب من تحت المرايه كده، لا شنطه ولا سقف ولا كبوت، رشين. الحاجات العاليه اللي في العربيه دي مش رشه. ما دام الحاجات العاليه اللي في العربيه دي اللي هي مش من السهل ان هي تتخبط ولا تتجرح رشه، يبقى كده العربيه كانت مخبوطه. مفيش حد يقول لك لا اصل وقع عليها زرعه على الكبوت، وقع عليها زرعه على الكبوت. مش فاهم انا ازاي يعني كل العربيات اللي في مصر وقع عليها زرعه، اما العربيه اللي انا حاطط لكم صورتها دلوقتي دي بص منظرها، العربيه دي تروح الحرفيين تتعمل كلها هترجع فابريكا يقول لك العربيه دي رشه حزام. بص منظرها عامل ازاي، بص منظر العربيه، لك ان تتخيل دي هيقول لك عليها رشه حزام. بص المنظر، يعني لو عملها واد حريف فنان صاحبها ما عندوش ضمير هيقول لك رشه حزام. جرحت، كانت واقفه تحت البيت من الشمس فانا قلت انضف فرحت رششها حزام، ويبيعها بنفس الثمن اللي بتتباع بيه العربيه. خلي عندك ضمير. طب هو اللي بيبيع العربيه ده ما عندوش ضمير، خليك انت يا اللي بتشتري بتفهم، مش اي حد يضحك عليك. ما تكونش عربيه مغيره سقف واحد يقول لك اصل وقع عليها تكييف. تكييف ايه اللي بيقع على العربيات ده؟ مش فاهم انا ما شفتهاش بصراحه خالص. تكييف لما بيقع على العربيه السقف بيتدمر والكبوت بيتدمر، هي تبقى مغيره سقف ومش باينه، فهو عايز يبيعها ان هي فابريكا يقول لك وقع عليها سقف واحنا اللي عملناه. طب انت هتشتغلني ايه اللي وقع عليها تكييف؟ خلاص العربيات كلها بتبقى واقفه تحت البيوت اللي فيها تكييفات ويروح مسنطر العربيه تحت التكييف ويقول له هوبا يلا نط اقع. ازاي يعني؟ اقنعني. كل حاجه في العربيه مغيره ليها فكره. السقف يبقى واقع عليها تكييف، الاكسدام توك توك خبطه، النص كانت واقفه في وش حيطه قام كلب خبطها راحت دخلت في الحيطه. مفيش غلطه خالص مننا احنا شخصيا. مفيش كنت ماشي على الطريق وراح واحد خبطني دخلت في واحد وانت اللي تتحمل، يعني قدرك ونصيبك فتحمل انت الخبطه دي. او تبقى صريح وتقول عربيه مغيره كذا من قدام وانا منزل في سعرها عشان كذا كذا كذا، وربنا يعوضك في العربيه الجايه تلاقي اللي انت عملته او اللي انت نزلته في ثمن العربيه حد ينزله لك في العربيه اللي انت هتجيبها اللي بعد كده، او تلاقيها في حاجه تانية في مشروعك في شقتك في عيالك. لا
احنا بنفكر في المكسب بس، احنا عايزين نكسب بس. فالسقف وقع عليه تكييف، المرايه ده توك توك خبطها، الاكسدام مش عارف، ده كل الاسباب مش احنا، او كل الاسباب قهريه، لكن احنا ملناش، ما احنا ما اتدخلناش. فمعنى كلمه فابريكا تكون العربيه مش رشه لا جوه ولا بره، لو جوه ولا بره، وفي نفس الوقت انت عينك تبقى شايفه ان العربيه صاجها كله مظبوط، مش حته عاليه حته واطيه، حته معموله، حته مردوده على البارد، حته عاملها هو بفرشه. ده مش فابريكا خالص، مش منظر عربيه اكون رايح اشوفها الاقي العربيه لونها فضي، هو مغير لها رفرف لونه اسود ومرشوش، والباب معضعض كله، والاكسدام اللي ورا متدغدغ، والفوانيس مكسره ومش ويقول لي فابريكا. فابريكا منين؟ هو انا هركبها بالمنظر ده؟ انا لو هاخدها منك اكيد هغير ده وهغير ده وهرش الحاجات الباقيه دي، هتبقى العربيه مش فابريكا. فانت سايبها بالمنظر المعفن ده عشان تكسب لك فيها 50 60 الف جنيه ولا 100 الف جنيه زياده تحت بند كلمه فابريكا. طب يا جدعان، كلمه فابريكا معناها ان العربيه محتفظه بنفس منظرها الطبيعي من بره من ساعه ما طلعت من الزيرو. لو حتى العربيه دي موديل 90 تكون منظرها من بره سليم، مش الاكسدام واقع والباب مخلوع ومش عارف ايه. فابريكا انا ما حطيتش عليها نقطه بوهي عربيه. طب مش هتمشي بالمنظر ده، هي مش هتمشي بالمنظر ده. انت بقى موفر ثمن الرش، موفر ثمن السمكره، ومش عايز تعمل حاجه في العربيه عشان تبيعها غاليه، او ما انا اخدها منك بالمنظر ده، اعمل انا الحاجات دي عشان مش همشي بيها كده. يعني انا همشي بالعربيه مدغدغه كده واكتب عليها من ورا اصلها فابريكا؟ لا لا، اعمل عربيتك يا عم، رش الرفرف ورش الاكسدام، ولما تيجي تبيعها قول رش رفرف واكسدام، ايه المشكله؟ صور العربيه يا عم عشان الناس اللي بتيجي تشتري ممكن ما تصدقكش ان العربيه ممكن تكون كانت عامله حادثه. لا، صور العربيه بموبايلك، صور العربيه قبل الرش وصورها بعد الرش، وخلي اللي يجي يشتري منك وري له منظر الرفرف والاكسدام، عشان احنا ما بنصدقش ان العربيه دي كانت رشه بره نظافه ولا مش نظافه، من كتر الناس اللي ما بترشش نظافه. مفيش حد بيرش نظافه. الرش دلوقتي اقل عربيه دلوقتي بترش من بره ب 10 12 الف جنيه، فانت ما فيش حد يرش نظافه. يقول لك لا النظافه في الغسيل، اغسل العربيه من بره. ما فيش حد يروح يدهن العربيه نظافه ينزل من ثمنها نظافه، لا، لازم تبقى العربيه خلاص اتدغدغت من بره عشان كده رشها. لكن كلمه نظافه اللي كل الناس في الاعلانات بتكتبها دي مش حقيقيه. لما تلاقي حد بادئ الاعلان بكلمه ممنوعات، مفيش حد طبيعي، بني ادم طبيعي عنده عربيه كويسه محترمه عايز يبيعها بثمنها، ولا عايز يغلي عليك ولا عايز يكسب منك، هيكتب كلمه ممنوعات. كلمه ممنوعات دي بتاعت التجار. ايه ممنوعات يعني؟ ما دام هي ممنوعات انت عارضها ليه؟ ما هي ممنوعه عني، مش هي ممنوعه؟ انت كاتب ممنوعات، خلاص يا عم ممنوعه، خليها لك. ما تشتريش من حد كاتب كلمه ممنوعات. ممنوعات دي التجار بتوع الاقاليم هم اللي اخترعوها، وانت تبقى غلبان لما تصدق كلمه ممنوعات دي. هو بيبقى كاتب كلمه ممنوعات وعارض عربيه فعلا ملهاش حل، بس تكون عربيه موديل 2004 هو عارضها بثمن عربيه موديل 2011. انا اخدها منك ليه؟ يعني انت عارض عربيه اكسنت 2005 ب 170 الف جنيه، في ظل ان هي ثمنها اصلا 95 100 الف جنيه، 95 100. فانا ادفع ال 170؟ لا، هجيب فيرنا 2008، مش هجيب اكسنت 2005، هجيب فيرنا كامله 2008، هجيب نيو اكسنت 2007 مانوال رشه بره يا عم، بس اسمي ركبت شكل احدث وموديل اعلى. انت عايز تركبني الشكل القديم بالثمن ده عشان العربيه ممنوعات؟ لا يا عم، خليها لك يا بتاع ممنوعات. انت عايز تضحك عليا، وانا كشاري مش هيضحك عليا، فاهم قصدي؟ فكلمه فابريكا، اي حد يقول كلمه فابريكا يتحاسب عليها. كلمه فابريكا يعني العربيه كلها فابريكا. تروح تكشف على العربيه تلاقي العربيه ما فيهاش نقطه من الكلام اللي هو قاله، هو اللي يشيل ثمن الكشف. كشف دلوقتي مش رخيص، ده ب 800 جنيه. فانت لما تروح تكشف على 3 عربيات في 800 جنيه انت كده هتخلص يعني هتخلص فلوسك اللي انت تشتري بيها العربيه على الكشف بس. انت هتروح تكشف تدفع من ثمن العربيه، مش هتلاقي فلوس تتبقى لك تشتري بيها عربيه. فانت هتروح تكشف على عربيه عجبتك وصاحبها قال لك العربيه سليمه وفشخ مش عارف ايه وايه وايه، خلاص. لو طلع الكلام بتاعك مش هو اللي البنزينه هتقوله، انت اللي هتشيل الكشف. هو لا، عشان عارف ان عربيته مش سليمه هيقول لك لا انا مش هتحرك، او انا مش هشيل ثمن الكشف. تعرف ان العربيه دي مش تمام، لان هو مش هيبقى مكسل يركب معاك العربيه يمشي لغايه اخر الشارع يروح البنزينه، اقرب بنزينه ليه انت مش هتاخده تصفره. فمعنى كلمه ان هو عايز يتفرج على العربيه، يتفرج عليها تحت البيت او يتفرج عليها في الجراج لكن هي مش هتطلع، انت كده مش واثق في عربيتك. وانا فلوسي غاليه عليا فمش هشتري منك. انا اللي اشتري منه يبقى متاكد من عربيته ويسيبني اخد العربيه وهو يجي معايا ونروح البنزين ونكشف عليها، عشان انا مش هديله ورق ابيض
انا هودي له الوفات. اقل عربيه دلوقتي حديثه انت بتتكلم في 600,000 جنيه و700,000 جنيه، ولو عربيه قديمه شويه 500,000 جنيه. فده رقم، فانت لازم تتاكد من العربيه. لكن انت لو اشتريت وهوبا مضيت على العقد وتمام وصدقته، حسيت ان هي رخيصه عن ثمنها 10,000 جنيه وخدت العربيه من هنا، العربيه بقت بتاعتك. لو رجعت قلت له العربيه مرفوضه في المرور ومغيره نص وسقف، يقول لك يا نهار اسود، ده انا ما كنتش اعرف، ده انا راكبها بقالي سنتين ما اعرفش. منه لله الراجل اللي قبلي. مين الراجل اللي قبلك؟ مش عارف، الله يرحمه. يبقى مين اللي لبس؟ حضرتك. فانت 1+1=2. انا هروح اكشف على العربيه في التوكيل، هروح اكشف على العربيه في بنزينه كذا. انت عايز تبيع ومحتاج الفلوس اللي هي معايا، وانا عايز اشتري ومحتاج العربيه اللي هي معاك. فانا زي ما هديك فلوس انا تعبان فيها واصليه مش مضروبه، انت تديني عربيه سليمه مش مضروبه. مش مضروبه يعني ايه؟ يعني مش مغيره سقف، مش مغيره شنطه، مش مغيره حاجه، عشان انا ابقى عارف بعد كده ارخصها في المرور واعرف ابيعها وامسك فلوسي تاني اللي انا اشتريتها بيها. انت مش احسن مني عشان تضحك عليا. انا هشتري منك وانت هتبيع لي، انا هديك فلوس وانت تديني العربيه. حته ان انت مش عايز تروح معايا البنزينه، انت مش واثق في عربيتك. شكرا يا عم، مش عايز عربيتك. ان شاء الله اقعد ادور سنه اقعد ادور على عربيه، مش فارق معايا، بس فلوسي معايا. العربيات تزيد، بس احسن ما تاخد مقلب، احسن ما يضحك عليك. فانت بتدور على عربيه، هتجيب عربيه فابريكا بتمنها، هتجيب عربيه رشه بره بتمنها. الفابريكا ب 500,000 جنيه من نوع ما يعني. الفابريكا كلها من بره 500,000 جنيه. هتشتري عربيه رشه جنبين اللي هم حزام، مش جنبين، ب 460,000 جنيه. هتجيب عربيه رشه بره كله ما عدا السقف ب 410 او ب 400. هتجيب عربيه فيها ملحوظه، عشان الناس بتقعد تقول كلمه ملحوظه دي اللي هي حاجه في الدواخل يعني. لو الملحوظه دي تعدي وسهله، حته مثلا ورا الفانوس اتخبطت وسهله وانت شايفها سهله، او اللي كشف على العربيه معاك قال لك تمام، العربيه تبقى ب 380,000 جنيه. مغيره سقف ب 310، فانت جبتها ارخص من ثمنها ب 200,000 جنيه او ب 180,000 جنيه عشان السقف بس. يكون السقف مظبوط، تبقى انت استفدت، ركبت العربيه اللي انت عايزها، فيها كل المميزات اللي انت عايزها بقى، فيها تكييف وباور وسنتر وازاز كهرباء وفتحه سقف والكلام ده، وركبتها ب 300,000 جنيه ومش فارق معاك السقف. كده كده وانت ماشي بالعربيه في الشارع محدش هيشاور على العربيه ويقول العربيه من غيرها سقف اهي. مش كل الناس فنيين يعني، محدش يقعد ينزل لك الجلد بتاع البيبان ويفتح البيبان كلها ويقعد يبص على البونط وبتاع ويعرف. مش كل الناس فقهاء يعني. انت قدام الناس راكب العربيه اللي انت عايزها، او معاك العربيه الفلانيه، محدش هيكشف عليها ومظبوطه في المرور، خلاص يا عم هاتها ما دام فلوسك جايبه كده. انت شايف ان ال 300 هيجيبوا لك مثلا الانترا ام دي مغيره سقف، او هيجيبوا لك عربيه افيو فابريكا. لا يا عم انا ما بحبش الافيو، انا هجيب ام دي الانترا ام دي مغيره سقف. هات الانترا ام دي مغيره سقف ومظبوطه في المرور. فكل حاجه وليها حاجه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، واتفرج على الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جايه.